وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذاك شهر يغفل عنه الناس لا تعرف قدر شعبان. عمل السنة كله بيتأشر عليه في شعبان، فإما إنه يتأشر عليه بالقبول ويبقى عمل السنة قبل عند رب العالمين أو يرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي من حديث أسامة ابن زيد، سألوا أسامة عن صيام لشعبان فقال له: لم أرك تصوم في شهر مثلما تصوم في شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه بثلاث حاجات. قال له: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بس خلونا نقف النهاردة أول عبارة، لأنها أخطر عبارة ذاك شهر يغفل عنه الناس. وقالوا إن المعنى أيضا يحتمل يغفل الناس فيه. الغفلة دي يا جماعة معناها نوم القلب، القلب نعسان، واحنا في زمن ما أشد الغفلة فيه. ربنا سبحانه وتعالى توعد الغافلين في آية هي تحليل واقعي لكل مشاكلنا مع ربنا في حياتنا اللي احنا عايشينها دي. شوفوا بيقول ايه. قال الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ده مش عايز، لا يرجو لقاء الله. لو كلمته دلوقتي وقلت له الجنة وما أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين وفيها ما لا عين رأت أعدها الله بيده، تلاقيه مش في الحتة دي خالص. ولو قلت له دلوقتي في صفقة، تعالى أدلك على وصفة تجارية ولا استثمارية، تلاقيه مركز معاك تماما. وهو ده خلينا نعيش حياتنا، عيش الدنيا. رقم 2، راضوا بالحياة الدنيا، هو عجباه عيشته. تقول له: طب ما انت بتعمل مخالفات وحضرتك مش عارفة ان ما ينفعش ان تتقي الله عز وجل وانت متبرجة، مش حاطه المعنى ده. تقول لك: بص انا عايشاها كده وطول عمري كده، ويعني ادعي لي ربنا يهديني راضت. وهو تقول له: لغاية امتى مش هتتسنن بقى كده وتبقى على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لغاية امتى يا شباب هنقع في الذنوب اللي احنا عارفينها كويس قوي، ذنوب الشهوات والخلوات؟ لغاية امتى هنعيشها غلط؟ امتى هنعيشها صح؟ راضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ويا ريته راضي وبس، ده سكن على كده وافعل على كده. فيحصل ايه بقى؟ يحصل الخطر ده. لا يرجون لقاءنا، مش عايز. راضى، يا عم خلاص، ما هو يعني ما كل الناس كده. اطمأن، خلاص كل اتعودت على كده. واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. يموت له صاحب. الشباب يتصلوا عليا كل صيف: يا شيخ والله العظيم لسه دلوقتي اهو قدام مدخل كذا في الساحل، الشباب العربيتين مقلوبين والواد ماسك بايديه ازازه الخمره، والجماعه بتوع الاسعاف قاعدين بيخبطوا كف على كف، وللاسف الشديد ميت كده وسوء خاتمه. والتاني للاسف الشديد هما الاثنين في احضان بعضيهم وماتوا كده. و الايه اهي، خلاص بقى ارتدع، الحق نفسك، راجع حساباتك. غاف. ربنا بيبعت لك رسالة
فوق، الحق نفسك، داخل علينا عتق من النار، داخل علينا زمان لازم تستعد له. عشان نطرد الغفلة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام الليل ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. واجبنا العملي من النهاردة تصلي العشاء، تصلي بعديها ركعتين ولو خفاف، ولو بالمعوذتين وقل هو الله أحد، عشان لا تكتب من الغافلين. رقم 2، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الغافلين وأحوالهم، تلاقيه بعد ما ذكر الغفلة راح قايل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اتعرف على ربنا، وعايزين ندرس حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى علشان يروح هذا الأمر. رقم 3 وأهم شيء، لا تطرد الغفلة بمثل شيء مثل الذكر. يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا. يا ليلة